سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. قبل ما نبداو وصفه اليوم ما ننساوش نصلي ونسلموا على رسول الله عليه افضل صلوات. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذه التحليه البارده اللي هي باناكوتا. حبيت نخرج شويه على الفلون وعلى لي كريم ديسير. نعرفوا بلي رمضان راهو على الابواب وحبيت نشارك معكم هذه الوصفه. هيا نجوزوا مع بعض نشوفوا واش نحتاجوا في هذه الوصفه. هنا كاول مرحله راني رايحه نخدم لا بوري دو فريز ولا لو كولي دو فريز. هنا حكمت كميه تاع الفراوله، كنت غسلتها وقطعتها وراني رايحه نضيف عليها سكر حبيبات. هنايا دابخي لا فريز ديالكم، الا كانت حلوه ولا كانت شويه حامضه، يعني الحلاوه تاع السكر تبقى ليكم نتوما. انا هنا درت 3 مغارف تاع السكر يكونوا كبار، وانتوما حسب الذوق. خلطتهم تري بيان وديتهم على نار قليله حتى دابت لنا كامل هذيك لا فريز. فوالا، هنا كي تذوب هاد لا فريز هكذا بهاد الطريقه نروح نرحيها ونصفيها ونتحصلوا على لو كولي دو فريز. هاوليك لو كولي اللي تحصلت عليه. فوالا شوفوا اللون تاعو ما شاء الله، مام الحلاوه جات معتدله. نحطو جانبا ونروحو نحضروا الباناكوتا ديالنا. هنا كاول مرحله هي لا جيلاتين. هنا تقولوا لي باش نعوض لا جيلاتين، نقول لكم ما تقدروش تعوضوها، يعني هاد لا جيلاتين اساسيه في الباناكوتا. عندي جيلاتين، عندي كريمه طازجه اللي هي نص كاس، عندي الحليب كيف كيف اللي هو نص كاس، وعندي الماء باش نشمخ لا جيلاتين ديالي. هنا كاول مرحله نحكم لا جيلاتين ديالي في هذاك لو بول. فوالا، هنا درت ملعقه وشويه، نجي نضيف عليها الماء باش نتحصلوا على اون ماس دو جيلاتين. هنا درت لها 4 مغارف تاع الماء. فوالا بهذه الطريقه، ونجي نخلط بيان لا جيلاتين مع هذاك الماء ونحطوها جانبا. هاد المرحله ديروها قبل ما تبداو الباناكوتا ديالكم باش تولي لنا اون ماس دو جيلاتين. نحط هاد لا جيلاتين جانبا ونجيب لا كاسرول اللي راني رايحه نخدم فيها. هنايا نجيب هذاك الحليب. هنا انا درت لكم كميه صغيره على جال الفيديو، نتوما تحبوا تضاعفوا المقادير لكم الاختيار. حطيت نص كاس تاع الحليب، رايحه نضيف عليه السكر الناعم. يعني هنا تاني السكر كل ما تذوب لي ولا كونتيتي تزيدوا في كميه السكر. انا درت 2 مغارف ونص تاع سكر ناعم، والحلاوه كما قلت لكم جاتني معتدله. نخلط هنا بالفوي ونديها على النار حتى يسخن. هنا كي سخن لي هذاك الحليب، شوفوا لا جيلاتين ديالي كش ولات. نجي نضيف عليه هذيك لا جيلاتين. نعرفوا بلي لا جيلاتين فيها حبيبات صغيره. ندو هذا الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى تذوب لا جيلاتين. كي نشوفوا الحبيبات تاع لا جيلاتين ذابوا باش نكملوا باقي الخطوات. فوالا نهبط بيان لا جيلاتين تاعي وندير الخليط على نار قليله هكا بهذه الطريقه. فوالا هنا ما بعد ما دابت لي كامل هذيك لا جيلاتين، نجي نضيف عليها هذاك النص كاس تاع الكريمه الطازجه. نهبطوا بيان هذيك لا كريم فريش. هنا لازم تكون الماده دسمه تاعها فوق 35، يعني ما حش نستعملوا كريمه طازجه تاع الطبخ. نجي نحرك بيان هنا حتى نلحقوا المرحله الغليان. كي نشوفوا الحليب لحق لدرجه الغليان نحوه ما نخلوهش حتى يغلي. فوالا هاوليك هنايا بعد ما لحق لدرجه الغليان، هنا راني رايحه نكهو بالفراوله. درت له باتاغوم تاع لا فريز، يعني هنا الاذواق تبقى اختياريه. انا درت ذوقين، درت ذوق الفراوله وذوق الموز. فوالا ندخل بيان هذيك لا باتاغوم تاعي تاع لا فريز. هنا زدت كميه قليله، كنت حابه اللون يبان شويه هكذا. نخلط ونحطو جانبا حتى يدفالي، ونوري لكم لي مول اللي راني رايحه نخدم فيهم لا باناكوتا. هامليك لي مول ديالي راني رايحه نخدم فيهم، راهم متواجدين في الاسواق. هادو ما خرجوا العام اللي فات وداروا حاله. تقدري ديري فيهم الفلون، تقدري ديري فيهم اي ديسير كنتي حابه. انا حبيت نشارك معكم الباناكوتا، قلت نسيها فيهم. فوالا كاين هذا الشكل وكاين الشكل هذا اللي يجوا مبرجين. هاي ليك هنا بعد الفلون ديالي ما دفالي نبدا نعمر في ليمول تاوعي. هنا ما نعمروش حتى للفوق، يعني نعمروهم نص هكذا، نعمرهم كامل بنفس الطريقه.
هنا الحليب ديالي ما راهوش سخون، راهو دافي. فوالا نجيبو هذاك الغطا ديالهم ونغطوهم ونحطوهم في الثلاجه حتى تبرد الطبقه الاولى باش نديرو لهم الطبقه الثانيه. هاي ليك هنايا درت نفس العمليه كيما درت في الطبقه تاع الفراوله، برك بدلت لاباطاغوم، درت هنايا ذوق الموز. يعني نفس الخطوات، الحليب مع السكر الناعم، كي سخن درنا له لا جيلاتين، كريمه طازجه ونحيناه من النار. فوالا هنا تاني الخليط ديالي غير يدفى شويه باش نبدا نفرغ على هذاك الطبقه الاولى. هنا من المستحسن الطبقه الاولى تخلوها تبرد جيدا، يعني انا لضيق الوقت والتصوير ما بردتليش مليح مليح، ولكن جات تحليه رائعه. فوالا هنا نجيبو ليمون تاوعي، وهاي لك الطبقه الاولى بردت، راني رايحه نبدا نضيف عليها الطبقه الثانيه. فوالا نحطو كامل هكا، نكمل كامل بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، ونحطهم يبردوا جيدا، ونشوفوا التحليه تاعنا باذن الله واجده. فوالا حبيباتي، هاملك هاوليك عفوا لو ديسير ديالي راه واجد. هنا نجيبو لي سوطاس ولا اي صحن راح تقدمي فيه. شوفوا الطريقه سهله وبسيطه. نحكموا لو سوطاس ديالنا، نحطوا هذاك المول، نحو هذاك البوشون اللي من تحت. فوالا نخبطوها خبطه خفيفه، يعني ماشي حاجه، ويهبط لنا لو ديسير تاعنا. انا هنا كنت شوفوا الطبقات جاو ما شاء الله، وجات شاده روحها هايله. هنا شوفوا كنت زينت واحد. هنا التزيين يبقى اختياري، زينت بهذيك لا بيغي دو فريز وحبيبه تاع الفراوله، يعني هنا التزيين يبقى اختياري. فوالا شوفوا حكموا شويه هذاك لو كولي دو فريز، فرغوه من الفوق وبداو تزينوا. يعني طريقه التزيين تبقى اختياريه. انا نكمل هكا بهذه الطريقه ونشوفوه في صحن تقديم. هاي ليك هنا الباناكوتا ديالي راهي واجده، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. هنا زينتها تزيين بسيط، تحليه بزاف بنينه وبارده وتوالم لشهر رمضان. هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقى في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.